أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. حلقة 14 من قصة الوحوش. ندخل في شرح الحلقة على طول ويلا بينا. العامل لما خد السمكة معاه، عامل النظافة ده كان معاه فلوس فاشترى بيها 4 سمكات. اشترى 4 سمكات، ما هو عامل نظافة فغلبان، يدوبك اشترى 4 سمكات ومعاه سمكة واخدها من المعمل، فكده يبقى معاه 5 سمكات. هو قرر يروح لمراته وعياله عشان يتغدوا سمك، ولما راح اتفاجئ انه فيه أزمة كبيرة جدا. الدكاترة بتوع المعمل كان فيهم 2 سكرتاري، واحدة منهم دخلت تشوفهم ما لقيتش الدكاترة. قالت يمكن خدوا اجازة، يمكن. بس الاتنين ما اعلنوش ان هما اصلا خدوا اجازة. والعامل بتاع النظافة روح البيت وقال لمراته اطبخي السمك على الغدا وانا رايح نازل اصلي العصر. وبحد هنا بتنتهي احداث الحلقة رقم 14 من قصة الوحوش. حلقة قصيرة جدا، حجمها قصير جدا وصغير جدا وقليلة جدا، وهي يعني ما تعتبرش حلقة كبيرة ولا حاجة، هي قد النمنم. فحاجة كده من تأليف بسيط وكتابة وشغل على القد. أنا بوريكم التأليف من على واتساب، شات الواتساب، بوريكم منه التأليف اللي أنا بكتبه واللي أنا واثق 100% إن هو إبداع مطلق. وأنا عارف إن يا أعزائي المتابعين في مثل بيقول لكل مجتهد نصيب. أيوة، لكل مجتهد نصيب، واللي بيتعب بيلاقي، واللي بيجتهد بيلاقي، ولكل مجتهد نصيب. وربنا يجعل لنا نصيب في إن إحنا نحقق أهدافنا وأحلامنا الجميلة اللي لابد إنها تتحقق مهما كان. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.